أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سترون بإذن الله المنهج المميع الذي يمشي عليه كل مخالف أراد أن يثبت منهجه بين الناس ويلزمهم به بشكل أو بآخر، وإن كان منهجا باطلا مخالفا للحق. وقبل ذلك نسمع لكلام الشنقيطي في المقطع السابع والأخير الذي قال فيه رحمه الله، يقول: استحق من الموالاة والثواب على قدر ما فيه من الخير. وعلى الأقل تعاملوا مع الناس هكا، حبوهم ونصروهم على قدر ما فيهم من الخير. لا، كان يطحن، كان يشطب. ثم قال: واستحق من المعاداة، تبغضه في الله، والعقاب على قدر ما فيه من الشر. وهذا لا يكون في العلماء، يكون في عامة الناس. ثم قال: فيجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام والإهانة. كاين وجوه كتير باش تكرموا وتحبوا وتنصروا، وكاين موجبات باش تبغضوا في الله وتنصحوا. موجبات الإكرام والإهانة. قال: كاللصي، بحال الشفار، كاللصي تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لحاجته. لا دروك السارق ملي كيسرق في الإسلام غير كيسرق صافي كنطحنوه، كيولي كافر. شارب الخمر لما جاء بذلك الرجل وكان مبتلا بالخمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه بعض الصحابة، ماذا قال الحبيب المصطفى؟ لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما قالش على عدوكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ثم شهد، هو سكران وشهد له بالإيمان، فإنه يحب الله ورسوله. هذه القواعد النبوية فين سوى هذا الناس؟ سكران يجلد، وقال لا تعينوا لأنهم لعنوه، واللعن الطرد من رحمة الله، كالذين يطردون من المنهج ويخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة. فنقول لهم: اربأوا بأنفسكم، ارفقوا بنفوسكم، قفوا عند حدودكم، أطفئوا سروج أذهانكم، واتقوا الله في علماء الإسلام. أما يا شنقيطي أن تحمل القول في العصاة وتجعله على المبتدعة وتعاملهم بمعاملة اللص الذي وقع عليه الحد أو لم يقع، فهذا دين جديد ليس من دين الصحابة. فالمعصية شيء والبدعة شيء آخر. فكل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة، صح؟ إذا كان كذلك فكذلك كل مبتدع عاص وليس كل عاص مبتدع، صح؟ نعم صح. فإذا كان كذلك صح، لما لا ترجع عن غيك وضلالك يا شنقيطي وتعترف للناس بأخطائك وتتوب إلى الله وتعتذر إلى ابن تيمية الذي قولته ما لم يقل رحمه الله. وأما قولك هذه القواعد النبوية أين نسي هؤلاء الناس؟ سكران يجلد لأنه قال لا تلعنوه، واللعن يعني الطرد من رحمة الله. هذا كلامك. هذه القواعد النبوية أين نسيها هؤلاء الناس؟ سؤالك هذا. تقصد بالناس السلفيين وتتهمهم أنهم نسوا قواعد في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك أين هذه القواعد فيما فهمته من كلام ابن تيمية؟ إذا كان هناك قواعد غير التعامل مع العاصي والمبتدع فهات بها يا شنقيطي. فنحن السلفيون أولى بتحقيقها، لأننا على الأقل نفرق بين العاصي والمبتدع ونفرق بين البدعة والمعصية. أنتم من نسوا قواعد التعامل مع المخالف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المبتدع وأنت تدعو إلى معاملته بقدر ما فيه من الخير والشر، وهذه مخالفة. الله تعالى حجب التوبة عن كل صاحب بدعة وأنت تدعو لمناصحته ومحبته بقدر ما فيه من الخير.
وهذه مخالفة. فانظر إلى بعدك عن الحق ومدى معانقتك للباطل. أعمى البصر وأعمى البصير. وأما قولك كالذين يطردون من المنهج ويخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة، أو كالذين يطردون من المنهج ويخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة، لا أذكر كيف قالها لفظا وهي مشجرة عندكم. وأهل السنة والجماعة لا يطردون أحدا، لا يطردون أحدا من الناس عرف للسنة قدرها وعرف للجماعة قدرها. والمبتدع يا شنقيطي يخرج من السلفية ببدعته، والمعصية مهما علت لا تخرج من السلفية إلا إذا استحلت اعتقادا، فهذه تخرجه من الملة كلها لا من السلفية فحسب. أما قولك الأخير فنقول لهم ارفقوا بأنفسكم، أرفقوا أو ارفقوا بأنفسكم، قفوا عند حدودكم، أطفئوا سروج أذهانكم. أطفئوا، وأشار إلى رأسه، أطفئوا سروج أذهانكم واتقوا الله في علماء الإسلام. هكذا قال. الرفق بالنفس يا شنقيطي إذا علمتها كيف تتبع المنهج الحق، وأما إذا أطلقتها بغير لجام وأغرقتها في الهوى فهذا هو الهلاك المبين. أما ما تصنعونه أنتم ومن تدافعون عنه من المبتدع المضلين فهذا هلاك لكم ولأنفسكم، ترجع عقباه عليكم يوم القيامة بالخسران، ولا نجاة إلا لمن اتبع الحق وعمل به راضيا مكتفيا شاكرا لله على نعمة السلفية. وأما قولك العجيب بل أعجوبة الأقوال من خلق الله لآدم إلى اليوم لم نسمع أعجوبة قول مثل قولك اطفئوا سروج أذهانكم واتقوا الله في علماء الإسلام. أطفئوا سروج أذهانكم واتقوا الله في علماء الإسلام. كيف نطفئ سروج أذهاننا والله تعالى يقول أفلا تعقلون، وأنت تأمر السلفيين أن يطفئوا هذا السراج المنير؟ إن هذا لشيء عجاب. وقوله تعالى أيضا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو تدبرت يا شنقيطي هذه الآية لعلمت ثقل مقولتك التي خرجت من ظلام لا من نور، خرجت من فراغ لا من علم. وهذا عيبكم معشر المخالفين، تركتم أقوال أهل العلم واتبعتم ما توحيه إليكم العقول الصغيرة والضيقة والقلوب الحاقدة. أصلحني الله وإياكم ورد بنا إليه ردا جميلا. وأما قولك الأخير واتقوا الله في علماء الإسلام، من هم يا شنقيطي علماء الإسلام في نظرك؟ الإخوان المفلسون من علماء الإسلام؟ الإخوان المسلمين من علماء الفتنة لا من علماء الدين. وأنت طبعا تقصد علماء العصر الحالي الذي نعيشه معا وجميعا. فهل الحويني المبتدع من العلماء؟ من زكاه ومن شهد له بالعلم؟ اذكر لي عالما واحدا من الأكابر شهد له بالعلم. هل الحاكمية التي يدعو إليها من أصول التوحيد أم من البدع المحدثة؟ هل إنكار معلوم في الدين بالضرورة من السنة أم من الردة؟ لم يقل بجواز الخروج على الحاكم ودعا إليه وبارك من قام بذلك وعلله بالاضطرار؟ وهل إنكار الجماعة وإمامها من تصديق الرسول فيما أخبر أم من تكذيبه فيما أخبر؟
ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ألم يقل حويني: إننا اليوم لا جماعة لنا ولا إمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة. أليس الحويني يكفر صاحب المعصية إن أصر عليها؟ أليس الحويني من الذين يطبلون القطبية والكشكية؟ أليس الحويني كان يؤيد المخلوع مرسي رغم إعلان مرسي عن مشروعه الضال؟ أليس فضائحه كبيرة وعميقة يا شنقيطي؟ والمبتدع الثاني محمد حسان صاحب الملايين، اللي هو من العلماء الذين تجب طاعتهم كما أمر الله تعالى. أليس هذا المتلون له وجهان؟ وجه مع ولاة الأمور وآخر مع الإخوان، وجه مع الله والآخر مع الشيطان. أليس هو الذي أجاز الزواج العرفي لأبنائه وحرمه على غيره؟ أليس محمد حسان أحل الغناء بعد الثورة وقد حرمه قبل الثورة؟ أليس محمد حسان خرج هو وزوجته وأولاده إلى الساحة ليحرض الناس على الخروج والفتنة، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخروج وحرم القتال في الفتنة، وقد أفتى بعدم الجواز أيام كان يتملق للرئيس حسني مبارك، فلما خرجوا بارك خروجه. فأي علماء تريد أن نتقي الله فيهم يا شنقيطي؟ وهذا المهرج اليعسوم حسين يعقوب أليس يكبر الله أكبر الله أكبر ويأمر الناس بالتكبير الجماعي لأن مرسي له لحية ويصلي؟ أي بدعة هذه يا رجل؟ وأي عجيبة في إعفاء اللحية؟ وأي عجيبة في من يصلي يا شنقيطي؟ أليس هذا اليعسوب قطبيا سروريا جعل من كشكه الفتان إمام الأئمة وحبر الأمة ويرفع صوته على منبره وينادي بإمامة عبد الحميد كشك في العلم؟ هل هذا من العلماء الذين يجب أن نتقي الله فيهم؟ وهذا العرعور الدجال الذي دعا إلى الفتنة الكبرى في سوريا ودفع بالشعب السوري دفعا إلى الهاوية والهلاك، منتقما لنفسه من النظام السوري لأمر في نفسه على ظهر الشعب السوري المتشرد الذي لم يجد مأوى يأويه ولا أكلا يسد رمقه ولا شربا يذهب ظمأه. أليس عدنان المغرور دعا إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان والتعايش بين الأمم؟ وقد رد عليه العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وفضحه وعراه وحذر من منهجه الخبيث. فهي العرعور من العلماء الذين يجب علينا توقيرهم وأن نتقي الله فيهم. وهذا السويدان شيطان الإنس والجان أليس يدعو إلى معارضة الله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم نهارا جهارا؟ أليس يدعو إلى حرية الأديان؟ أليس يدعو إلى اختيار الأرباب عبادة من دون الله؟ أليس ينكر الحدود المنزلة من عند الله؟ أليس قد وضع استفتاء في الحدود الشرعية في برنامجه الديني سماه بين الوسطية والاعتدال، وما يستفتي من يوافق ومن يعارض؟ فهل طارق السويدان من العلماء الذين تجب طاعتهم وتوقيرهم وأن نتقي الله فيهم؟ هؤلاء هم علماؤك يا شنقيطي؟ أترضى بهؤلاء علماء لك ولأتباعك؟ هؤلاء قدوة لك ولأتباعك؟
وتغار عليهم وتنافح عنهم وتواليهم من دون أهل العلم الكبار المعروفين بإمامتهم ورسوخهم في العلم والدعوة. هل انطفأ سراج ذهنك كما أمرت السلفيين أن يفعلوا؟ سبحان الله، اتخذتم رؤوسا جهالا، اتخذتم رؤوسا جهالا ورؤساء جهالا. وقد صدق فيكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنت على رأس هؤلاء الضالين يا شنقيطي، وتريد الآن أن تصبح على رأس المضلين، فتجتمع فيك الصفتان المذمومتان، صفة الضلال وصفة التضليل والإضلال. وهذا الكلب العاوي يوسف القرضاوي رأس المبتدعة وإمام الضلالة والفجور وخليل النصارى واليهود، الذي أحل الحرام من دون الكتاب والسنة، وأحل الربا، وأجاز العري للمسلم في بلاد الكفار، وقدم الحرية على الشريعة، وأهان الله تعالى على مسامع الأعداء والأولياء، وفرح فينا اليهود والصهاينة، ودعا بالرحمة لمشرك الفاتيكان، وأمر الناس أن يجتهدوا في الدعاء والاستغفار لهذا البابا الهالك، وأسعد فينا أعداء الدين. هذا العتل الجواب عالم عندك وتجب طاعته والاقتداء به؟ القرضاوي الذي يدعو إلى وحدة التعايش والأخوة الإنسانية وحرية التدين والمساواة بين الأديان، عالم عندك وقدوة لك ولأتباعك وسند تستندون إليه هروبا من الجهل دون غيره من أهل العلم الأقحاح. ما أعظم جهلك يا شنقيطي، وما أعظم ضلالك وغفلتك يا داعية المغاورة. وهذا العودة، هل هو عالم عندك؟ سلمان العودة من علماء السنة، سلمان الذي يدعو الناس لتربية الأطفال على الجهاد ضد الدولة المسلمة، ضد السعودية، ويجالس الروافض ويختلي بهم، ويعمل على مشروع حرية الفعل وتحرير المسلم من قيود الأحكام الشرعية بدعوى اللا حرام. هذا من علماء الإسلام. سلمان العودة رأس الخوارج الذي قال: أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية. هل هذا الرجل من أبناء الإسلام أم من أبناء ذي الخويصرة الذي يمدح ويبالغ في مدح الزنديق الأكبر إبراهيم عدنان ويرفعه إلى مرتبة علماء الموسوعات العلمية، ويقول عنه أنه موهوب وحكيم، وهو يعلم أنه يسب الصحابة نهارا جهارا، ويطعن في شرف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا جهارا، ويتهم على منبره عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن يدها تلامس يد رجل من الصحابة كانا يأكلان من قصعة واحدة والرسول يضحك، يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عدنان الزنديق يضرب ثوابت الدين الإسلامي في الجذور نهارا جهارا، وسلمان العودة يعينه يشجعه على ذلك. فهل سلمان هذا هو من علماء الإسلام يا مسلم يا شنقيطي؟ وهذا الوجد بنيم الخارجي التكفيري المارق الإخواني القعدي المهرج الحكواتي معدوم الأخلاق والتربية نجس اللسان، هو أيضا من العلماء عندك، من علماء الإسلام. ألم تعلم أن هذا الرجل الخويصري
دعا الناس إلى حمل المتفجرات وأمرهم بتفجير أنفسهم لقتل المصريين في المراكز والإدارات والمحلات العمومية باسم الجهاد، ويكفر جميع حكام المسلمين ولا يستثني منهم أحدا إلا أمير قطر. هذا الخارجي عالم عندك ومن علماء الإسلام الذين تهتدي بهم وتقتدي يا شنقيطي. وهل إسماعيل صلاح أبو حازم من علماء الإسلام يا شنقيطي؟ هذا الإخواني القطبي المحترق سجل عليه التاريخ فضائح دعوية وسياسية خطيرة، منها ما يمس بالإسلام، ومنها ما يمس بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يمس بولاة الأمور، ومنها ما يمس بالعلماء الكبار، ومنها ما يمس بالأمة الإسلامية بعامة، الذي أجاز سب وشتم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم للنصارى لأنهم على دين غير دين الإسلام. اسمع يا شنقيطي إلى ما قاله شيخك أبو صلاح إسماعيل حازم أو ابن حازم في جواز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المسيحي أو النصراني وحقيته في ذلك. قال: وما نزعلش منه، يعني لا نغضب منه أبدا، ما نزعلش منه أن المسيحي يرى أن محمدا كذاب، أنا لست غاضبا منه، هو حر، إنما حسابه عند الله، أنا غاضب منه أخرويا يوم القيامة، ليس هناك مانع أبدا، هو عقيدته مبنية على ذلك، وأنا أعطيه الحق في ذلك في دنيا. شيخك يعطيه الحق يسب الرسول ويكذبه بدعوى أن الله يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حقه يا أخي، ما دامت هذه عقيدته يتكلم عنها ويدعو إليها، هو كنيسته، ليس لأي مشكلة، هذا كلامه كله كلامه. هل هذا الهالك الفاجر قدوة لك ولأتباعك؟ أمن هؤلاء تأخذ العلم يا شنقيطي؟ هؤلاء هم علماؤك الذين تريد أن نتقي الله فيهم فلا نذكر بباطلهم، وأنت تريد أن تقر باطلهم لميلك وولائك لهم؟ أضال أنت إلى هذه الدرجة؟ هل انطفأ سراج ذهنك أم أنك أطفأته بنفسك لكي لا تشعر بالمسؤولية أمام خالقك؟ يا له من غباء وضلال، يا له من غباء وضلال. إذا اجتمع الغباء والضلال والجهل في كأس واحدة وشرب منها طالب العلم صار إخوانيا جلدا، مثل علمائك الذين ذكرت لك، وهم كثر يدبون بين الناس كدبيب النمل. وجئتك الآن بفريدة الزمان وجوهرة الأمة والعلماء، أشهر كذاب على وجه الأرض، أشهر إخواني كذاب على وجه الأرض، شيخك المجاهد محمد الزغبي، صاحب الأحلام والمنامات وإمام الرؤى والمقامات. بالله عليك يا شنقيطي، ألم تعلم أن صاحبك الزغبي هذا بلغت رؤاه وأحلامه المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 53 رؤية منذ 4 سنوات مضت، والآن بلغ عدد الرؤيا عنده إلى ما فوق 100، فوق 100 رؤية. وكلما دعا الله هذا الزغبي الكذاب أن يرى في منامه نبيا رأى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وتحدثا في أمور الإسلام كما زعم، ورأى موسى صلى الله عليه وسلم وتحدثا كما زعم، ورأى عيسى عليه الصلاة والسلام وتحدثا كما زعم، وعاشر محمد صلى الله عليه وسلم كل ليلة
أصبح الزغبي صحابيا بالمنامات، صحابي بالمنامات، ثم تلا مناماته بالصحابة كما يدعي. كان يجلس في منامه مع الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أمثل هذا الأفاك الكذاب من علماء الإسلام يا شنقيطي اتخذت رؤوسا جهالا وتدعو إليهم وتنافح عن بهتانهم وإفكهم، ما علمت أن هؤلاء الدواحس وضحوكة الزمن ومشوة عار الأمة الإسلامية والنقطة السوداء في تاريخ المسلمين. أتريد أن تختم له بختم الرضا والانقياد وأنت تلميذ الإمام الوالد كبير الخوارج محمد المغراوي؟ سبحان الله، سبحان الله، كيف رضيتم بالضلال وأنتم تدعون إلى الهدى، وكيف تدعون إلى الهدى وأنتم من أهل الضلال. وماذا تقول في شيخك، شيخ الفتنة، شيخ الخارجين المارقة الماردين محمد العاريفي؟ هل هو أيضا من العلماء يا شنقيطي؟ هذا الذي احترف الكذب واحترف النفاق واحترف الطعن في كبار العلماء من علماء الإسلام، هل هذا من علماء الإسلام يا شنقيطي؟ هذا الذي يدعو إلى التعايش مع الروافض ومحاورتهم وحسن معاملتهم، هل هو من علماء الإسلام؟ هذا العارفي الذي جاءنا بقرآن جديد يتلوه بالتجويد ويسميه بسورة التفاحة مستهزئا بالوحي كما قال العلامة الفوزان في رده عليه، هل هو عندكم معشر المخالفين للحق من علماء الإسلام؟ أمثل هذا الأبله المارق الخارجي يؤخذ منه العلم وتقبل منه النصيحة ويستأمن على الحق المنزل؟ مثل هذا الضال الذي حرف مدلول حديث مسلم الصحيح الذي يأمر بطاعة ولاة الأمور رغم سلب الأموال وجلد الظهور، هو عندكم من العلماء يا عالم المغاربة؟ ما أظلم العمى الذي تتخبطون بسببه. لا تفرقون بين الأسود والأبيض ولا بين الكبير والصغير ولا بين الهدى والضلال. أعماكم التقليد وقيد الجهل أيديكم عن البحث والتنقيب. كل من ذكر الحكام بسوء كان في نظركم بطلا، وإن عاقبه الحاكم أو قتله قلتم عنه شهيدا، وإن كان من قبل كافرا مرتدا تاركا لشعائر الدين بالكلية، المهم أنه خرج على الحاكم بقوله أو بسيفه. كثيرون علماؤك يا شنقيطي يعجز الناقد عن عد أخطائهم وأغلاطهم وموبقاتهم وترهاتهم. كل خارجي عالم في عقيدتكم، كل ثائر مجاهد في منهجكم، كل مقتول في ساحة الفتنة شهيد في رأيكم، كل من قص القصص والحكايات حافظ في علمكم. عجيب عجيب ميزان العلم عندكم يا معشر المغاوير. عائد القرن عالم من علماء الإسلام، نبيل العواضي عالم من علماء الإسلام، صفا الحوالي عالم من علماء الإسلام، القوسي عالم، ناصر العمر لا نصره الله عالم، عبد العزيز الفوزان عالم، سعد البريك عالم، كلهم علماء. إذا كان هؤلاء هم علماؤك يا شنقيطي فكيف تحققون التوحيد يا شنقيطي؟ هؤلاء ولا واحد منهم يدعو إلى التوحيد، ولا واحد منهم يعلم الناس أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا أحد يعلم الناس أصول الفقه. كيف تتعلمون دينكم من هؤلاء؟ كيف تنجون من غضب الله إن كان هؤلاء علماؤكم إلا أن يرحمنا سبحانه؟ البركة مع الآباء مع الأكابر يا شنقيطي.
البركة مع الأكابر. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع الأكابر؟ والحديث صحيح كما هو معلوم. فهل علماؤك هؤلاء من الأكابر وفيهم بركة يسعى إليها طالب أو طلاب العلم لاكتسابها يا رجل؟ ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر؟ والحديث صحيح، صحح الإمام الألباني سنده. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن تفسير هذا الحديث فقال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا أو هلكوا. ما معناه؟ قال هم أهل البدع. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قال ابن المبارك الأصاغر أهل البدع، ثم قال ويبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة فيضلون ويضلون كما جاء في حديث انتزاع العلم. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يزال الناس بخير ما آتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا.